بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أحبتي المتابعين ورحمة الله وبركاته. أنقل لكم هذه القصة عن شاعر أهل البيت عليهم السلام دعبل بن علي الخزاعي. ينقل عن العلامة المجلسي بسند متصل عن دعبل الخزاعي رضوان الله عليه شاعر أهل البيت هذه الحكاية. يقول دعبل: تشرفت في يوم بالحضور لدى مولاي الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في مدينة خراسان، ثم ودعته في رعاية الله. وفي طريقي مررت بمدينة قم، فاستأجرت حجرة هناك. ولما حل المساء قمت وأغلقت على نفسي باب الحجرة، وجلست أفكر بكتابة قصيدة شعرية أمتدح بها أهل البيت عليهم السلام. وفجأة هالني ظهور رجل يرتدي حلة بيضاء قد وقف أمامي، وبادرني بالتحية والسلام، فخفت منه. فلما رآني على تلك الحالة بادرني بالقول: هون عليك ولا تخف، فأنا أخ لك في الدين من أخوانك الجن، وقد جئت طمعا في زيارتك لأنك شاعر أهل البيت عليهم السلام. فلما استأنست به بدأ يحدثني عن أحوالهم، ثم أخبرني قائلا: لقد كنت فيما سبق من أتباع فرق الخوارج والنواصب، وكنت أكن العداء لأهل البيت، يعني كان معاديا لأهل البيت عليهم السلام. وفي يوم من الأيام أنا مع رفاقي الجن بالعراق صادفنا قافلة من البشر كانوا يقصدون كربلاء. ولما كنا جميعا نعادي أهل البيت عليهم السلام اتفقنا على إيذائهم، وما إن هممنا بالتعرض لهم حتى رأينا ملائكة السماء قد برزت لنا من فوق رؤوسنا بالحراب، وأحاطت ملائكة الأرض برجال القافلة من كل جانب. حين ذاك حصل لي اليقين أن أولئك النفر من الآدميين الذين حضرت الملائكة لنصرتهم هم ممن لهم الشأن عند الله عز وجل. وأدركت في تلك اللحظة أن لصاحب القبر في كربلاء كرامة عظيمة عند الله، وأن الحسين من ذوي الشأن الرفيع عنده. فتداركت حالي بالاستغفار في ذلك المكان الشريف، ثم انتقلت إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام مع جملة زواره. وبعد ذلك شاهدت القافلة قد عرجت بالمسير نحو مكة المكرمة، فصحبتهم، ولما عادوا إلى المدينة المنورة عدت معهم. وفي يوم من الأيام رأيت رجال القافلة قد أحاطوا برجل، فتقدمت معهم، وإذا به هو الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. فعرفته ثم أقبلت عليه قائلا: إني نادم يا سيدي على ما مضى من فعالي. فرد علي الإمام: قد قبل الله توبتك. فسألته أن يحدثني بحديث، فقال: سمعت عن آبائي عن جدي الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الجنة حرام على الأنبياء حتى أطأها بقدمي، وعلى الأوصياء حتى يطأها علي بن أبي طالب عليه السلام، وعلى الأمم السالفة حتى تطأها أمتي، وحرام على أمتي أن تطأ الجنة حتى تحبك يا علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا من أوليائه ومحبيه، ولا تخرجنا من الدنيا إلا بحبه إنك أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.